إنني أشعر شعورا عميقا بالواجب الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في عنقي، وبما أن أساس كل إدارة جيدة إنما أساسها النظام والاقتصاد في المالية، فإنني سأجعلها نبراسا في كل أعمالي، وأعمل على توطيد أركانها بكل ما في وسعي. دي أول كلمات قالها الخديوي إسماعيل بعد توليه الحكم وهو عنده 33 سنة. وطبعا الموضوع ما كانش جديد عليه بسبب اللي كان بيعمله عمه سعيد باشا معاه. أكتر حاجة اتعرفت عن الخديوي هي فن الإدارة، وده طبعا بعد ما عرف يستغل الأراضي الواسعة اللي ورثها عن والده إبراهيم باشا، وزرع فيها منتجات اتباعت بعد كده بأعلى الأسعار، بالتحديد القطن المصري. لأن في الوقت ده كان بداية الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، وإنتاج القطن الأمريكي قل، فبدأ يصدر هو بأرقام عالية، وده اللي خلى قنصل النمسا بعد ما يعرف إن الخديوي إسماعيل اتولى حكم مصر إنه يصرح ويقول إن الخديوي إسماعيل هيدير شؤون مصر ببراعة زي ما عمل في أراضي والده، بس هو كان شايف فيه عيب بسيط. لك أن تتخيل إن العيب البسيط ده بيقول إن الخديوي إسماعيل شخص بخيل، وإن العيب ده برضه مخليه أكتر الأشخاص كفاءة في إدارة شؤون البلاد. والتصريح ده قدام بعد سنوات كتيرة من الحكم اتقابل بسخرية، لأن الخديوي إسماعيل قضى على صناديق الخزانة المصرية، سواء على مشاريع كبيرة واللي فعلا ساهمت في تقدم مصر، أو لأغراضه الشخصية. وبمناسبة أغراضه الشخصية، تعرف إسماعيل اشترى لقب الخديوي من السلطان عبد العزيز بكام؟ لو تعرف اكتب لنا في الكومنت.